وقفنا آخر مرة لما أشيو لما هيو وصل لأشيو، وأشيو شاف معاه تورا وما ادالهوش فرصة لأشيو، وهجم عليه وقال له فين الوحش ده، وبعدها مسك من رجليه ونيمه على الأرض وقال له ما تكدبش، فين الوحش اللي معاك؟ أشيو قال له هو بعد اللي انت عملته ده مستني مني أجاوبك؟ فهيو قال أنا هعرف أخليك تجاوبني ازاي، ونزل عليه بسكاكين، فرمح الوحش لقه في آخر لحظة. وساعتها أول ما شاف رمح الوحش انتظر له وقال لا، مستحيل ان حمل رمح الوحش يكون من شخص سيء. بعدها قال له انا مش فاهم اي حاجه، فهنا انت مين وعايز ايه؟ فقال له انا اسمي طارد الوحوش. وبعدها طلع من جيبه صوره لتورا وقال له ممكن تقول لي فين بلاقي الوحش ده لو سمحت؟ اشو قال له عايزه ايه؟ فهو قال له الوحش ده دمر حياتي في يوم من الايام من 15 سنه. كان عندي اسره سعيده وكان عندي طفله جميله بحبها جدا، لكن في يوم من الايام دخلت البيت ما لقيتش اي حد، وفجأة هجم عليا تارا بعد ما قتل مراتي وبنتي. فانا قررت اني اتضرب بالجامد عشان اقدر انتقم من الوحش اللي قتل عيلتي. فأشيو زعل ما أول ما سمع الكلام ده وقال له، لكنه قال في نفسه تورا قاعد في المخزن بتاعنا بقاله 500 سنة، يبقى ازاي قدر يهاجمه 15 سنة؟ أكيد في حاجة غلط. وكان هيقول له إنه مش تورا، لكنه افتكر إن تورا النهاردة الصبح هجم عليه وعمل له ندم في وشه. فقال في نفسه طيب ما خلى الراجل ده يخلص على تورا بدالي أحسن، وبكده أكون استريحت منه. وبعدها قال لي هيو أيوة أنا عارفه، روح خلص عليه. وبعدها هيو راح لمكان تورا قال له أنا عارف إنك هنا، اظهر لنفسك. فالتورة طلع له وقال له باين عليك بشري قوي. فهيو قال لا، اخيرا جه اليوم اللي هنتقم منك فيه بعد 15 سنة. وبعدها الاتنين هجموا على بعض في قتال عنيف جدا ومحدش يغلب التاني. تورا هجم على هيو بالصواعق، فهيو بطل المفروض الصواعق. وفي نفس الوقت ده اشو كان حاسس من جواه بتأنيب الضمير على إيه اللي عمله مع تورا، وفضل يقاتلوا مع بعض لحد ما تورا وقع على الأرض وهيو شبه قدر إنه يسمع. فأشو جا وقف قدام فيه وقال له تورا مش اللي هو اللي قتل عيلتك ده كان في مخزن بيتنا بقاله 500 سنة محبوس برمح الوحش، وتاني هو اللي قتل. أنا غلطان لأني ما عرفتكش من الأول. فهو ضرب أشي وقال له يعني أنا قطعت كل المسافة دي لليابان عشان تقول لي لا إنه مش هو؟ أشي قال لا مش هو، حتى بص على النجم بتاعتي مكون من 4 مخارب لكن بدك 3 مخارب بس. فهو ساعتها غضب ونزل ضرب في أشي وقال لازم أقضي على الوحش ده. فتورا قال له اشيو انت ليه بتساعدني؟ اشيو قال لا، لانك ساعدتني قبل كده. وساعتها هيو هجم على تورا، لكن اشيو وقف قدام هيو وقال له لا، ان اللي انت بتعمله ده مش انتقام، ده اسمه جريمة. وبعدها اشيو وقع على الارض. هيو ساعتها أصدق غلطته واعتذر لاشيو وقال له أسيبك لك تورا تخلص عليه، انت تقضي عليه. وفي يوم من الأيام وبعدها سابهم ومشي. وفي يوم من الأيام اللي بعده بنشوف أشيو راح للمصيف على البحر وقاعد مبسوط واخر حلاوة خالص. وتورا هو كمان اللي كان مبسوط على آخر ده، لانه حاسس ان المحيط هو الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش من 15 و50 سنه. بعدها اتنرفز لانه اشيو حتى وهو في الاجازه كان جايب معاه رمح الواحد. وبعدها كده جه عيل صغير قاعد يرمي الرمل على شنطة اشيو. اشيو مسكه وقال له بتعمل كده ليه؟ لكنه في الاخر جنى منه. وبعدها اشيو راح لراجل المحل بتاعه وسأل على الجد عن الطفل ده. فالجد قال له انه بعد وفاة امه بقى بيتصرف تصرفات غريبة عشان يجذب الانتباه له. على الناحية التانية بنشوف طارق اللي مبسوط على الاخر وعمال يجري على المية لحد ما يحس ان في حد بيلعب. فقال له انت مين؟ رد عليه وحش وقال له انت نجاة ميارو. فالتورة قال له كان اسمه من 500 سنة، وظهر لي نفسك حالا والا هنزل غضب المكان ده كله. فطلع الوحش من المية وقال لا، انا ساكن هنا في المية دي من فترة طويلة، وكنت عاوز اسألك انك تقدر تخلص من وحش عملاق بيهدد المحيط ده. هو عبارة عن وحش تكون من ارواح الناس اللي ماتوا في المحيط، هتفهم انه ياكل البشر والوحوش التانية. فانا بتوجد تخلص من الوحش ده. وتورا وافق وراح عشان يشوف الوحش ايه اللي قال عليه. وبالفعل وصل الوحش ضخم جدا وحاول تورا انه يهجم عليه بالصواعق لكن بدون فايدة. بعدها الوحش مسك تورا بين اسنانه وبلعه، ولكن في اخر لحظة الوحش اللي كان معه فطورا قال له روح لبشري اسمه اشيو قال له هيجي يساعدنا. وبعدين بنشوف الولد الصغير وهو بيرمي رملة تانية على شمس أشي وخبطه على راسه وقال لا كفاية اللي بتعمله ده. وبعدها طلع يجري وحده، جريت وراه لحد ما لحقته وقالت لا ما تزعلش من أشي. وبعدها ركبوا سوا قارب، لكن في ظهر لهم وحش المحيط العملاق وبلع القارب بتاعهم
على الناحية التانية بنشوف أشي يقول لحد إن في حد بينادي عليه، وقال لا الوحش اللي كان مع طورة، وقال لا طورة محتاج مساعدتك، هو دلوقتي محبوس في معدة وحش المحيط. وبعدها أشيو عرف كمان إن الطفل وهو كمان اتحبس داخل معدة الوحش. وبعدها انطلق أشيو عشان يقاتل الوحش المحيط، وأول ما شاف هجم عليه برمح الوحش، لكن مفيش فايدة، فقرر أشيو ساعتها إنه يدخل جوه معدة الوحش ويهزمه من جوه. بعدها كده تورا بيشوف القارب بتاع إيساكي والطفل اللي معه، وفي وحش بتهجم عليه، فتورا بسرعة صعق الوحوش دي وانقسموا. وبعدها تورا نزل لهم على القارب وقال لهم انتوا تعرفوا أشي، خاف منه. بعدها إيساكي قالت للطفل تاتسويا على فكرة أشي وهو كمان زيك بالظبط، أمه ماتت من زمان وهو صغير، وكان برضو عصبي زيك، فبابا راح له في يوم من الأيام وكلمه. وبعدها أشي رجع ساعتها شخص تاني خالص. قال له وباباكي قال لي ساعتها الأشيو، قالت له مش عارفة، لكنه بعدها اتغير تماما وبقى إنسان تاني. في أثناء ما هما بيتكلموا حس إن هما بيتهزوا لتحت خالص، وفي أثناء ما دخل مع عائلة الوحش، وإن الوحش عايز ينزلهم لجوه عشان ياكلهم، فطورا مسكهم وطلع بيهم لفوق، ولكن الوحش بدأ يزقهم لتحت أكتر. مسك طورا في السقف بشعره لحد ما أشي وصل، لكن فجأة طورا فكوا كان يقع كلهم لولا أشي اللي اتشبط في رمح الوحش. وبعدها الولد خاف فأشي وقال له أنا كمان مامتي ماتت وأنا صغير وكنت زيها في يوم من الأيام، لحد ما قابلني شخص قال لي ما بعمل اي مشاكل تاني. وبعدها مرة واحدة ايد قش فكت من الرمح، فقش ومسك في حتة قماشة من الرمح، لكنه قطع، واول ما اتقطعت الرمح اتمشى اتحرك لوحده وراح بنفسه ضرب الوحش فقضى عليه. وبعد كده طارق وقش اتفقوا انهم يتعاونوا على سوا عشان يقضوا على الوحش ده. تمام، قدروا في الاخر انهم يدمروا الوحش، وفي النهاية اشيو فضل متعجب ازاي الرمح يطلع كل الطاقة دي. اول ما القماش بتاعته اتقطعت اشيو ورجع لقطعة القماش ليه مكانها دي تاني. وبعدها الوحش اللي قبلوه قبل كده قال له انت اسمك اشي، وقال له الوحش قال له يبقى انت ابن ست الكعيسة اللي لسه عايشة لحد دلوقتي. اشي وقال لها ماما لسه عايشة. وبعدها الوحش مشى وسابهم من غير اي تفسير. وبكده خلص القسم الثالث من حكاية اشي. لو عجبك الملخص ده ما تنساش الاشتراك في القناة وفي زر الجرس. وهيقدر واشي ازاي لسه عايشة، وابوه بيقول له ان امك ميتة من زمان. ده اللي هنعرفه في القسم الرابع، فاستنونا. سلام.